احنا مش بنتحب يا جماعة، احنا بيتم استهلاكنا. في فرق كبير قوي بين اللي يكون بيحبك علشانك انت، او انه يكون بيحبك علشان اللي بياخده منك. وده اول فخ انك تكون محطة بنزين في حياة اللي قدامك. بتبدأ الحكاية بانك بتلاقي نفسك دايما الطرف اللي بيدي، بتسمع، بتطبطب، بتستحمل، وبتقدم تنازلات تحت مسمى التضحية. واللي قدامك مستقبل شاطر جدا، بياخد طاقتك، بياخد وقتك، بيسحب أمانك النفسي. ولما طاقتك تخلص وتيجي تقول أنا تعبت، بتلاقي الرد الصادم: أنت اتغيرت ليه؟ هنا لازم تفوق. هو ما كانش بيحبك، هو كان بيحب الراحة اللي بيحسها معاك. أنت كنت علاقة مريحة، مش إنسان غالي. أصعب حاجة في الدنيا مش إنك تعيش لوحدك، أصعب حاجة في الدنيا إنك تعيش مع حد يحسسك إنك متاح بس مش مهم، إنك تكون سد خانة لحد ما يلاقي النسخة اللي هو عايزها فعلا. لو حسيت إن الكلام ده لمس حتة جوا وجعك، فأنت غالبا جوا الفخ ده دلوقتي. أنا اسمي عمرو، وده بودكاست فخ العلاقات. والحلقة الجاية هعلمك إزاي تفك كل الخيوط دي عشان تخرج بقلبك سليم. اكتب لي في الكومنتات، هل انت الطرف اللي بيدي ولا الطرف اللي بيستقبل؟